انتوا تغلوا واحنا نتصرف. معقول في حد يقدر يصدق ان كيلو السمنه البلدي اللي انتوا شايفينه معايا ده لا يتعدى ال 30 جنيه؟ ما كلفنيش يا جماعه 30 جنيه، يمكن اقل بكتير كمان. تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان نشوف تجربتنا النهارده هل هتبقى ناجحه، هل هي فعلا سمنه بلدي. ولو عجبكم الفيديو يلا دعموني بلايك ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. مبدئيا كده انا ما اتكلفتش في الوصفه ديت فلوس كتير لسببين هقول لكم عليهم دلوقتي. اول حاجه ان قطعه الدهون اللي معايا دي اللي انتوا شايفينها معايا دي انا الحقيقه ما اشتريتهاش، انا كنت بشتري لحمه من كذا شهر والجزار اداها لي اكراميه من عنده، قال لي بقى خدي ديت هديه مني ليكي، قلت له ماشي. طيب وقطعه اللي انتوا شايفينها معايا دي كنت شارياها من برضو من كذا شهر وكنت حطاها في الفريزر علشان بحب اضيفها على الكفته. طيب دي ميزانها قد ايه ودي ميزانها قد ايه؟ ربع كيلو وربع كيلو، يعني ربع كيلو ليا ضاني وربع كيلو الدهون او الدهن اللي هو بيبقى بنحطه بقى في الشوربه والحاجات دي عشان يبقى سمين معانا. عملت فيهم قطعتهم لقطع زي ما انتوا شايفين معايا كده، وكمان هضربهم دلوقتي في الكبه. لو انت ما عندكيش كبه ممكن تقطعيهم لقطع صغيره خالص، ممكن تبشريهم بالمبشره، ممكن تتصرفي وتعملي حاجات كتيره لو مش متاح عندك الكبه، بس الكبه هنا هتسهل عليكي كتير. هيبقوا معاكوا بالشكل ده. اهم حاجه عندي ان هم يبقوا متقطعين قطع صغيره خالص، او بمعنى اصح يبقوا شبه العجينه كده شويه عشان تسهل معانا عمليه ان احنا هنخليهم يسيحوا بقى ويفكوا معانا. حله عندك على النار، هتضيفي الكميه كلها وهتبتدي بقى ايدك فيها، والنار هنا بتبقى متوسطه، ما تخليهاش على نار مرتفعه علشان لا قدر الله ما تتحرقش مننا. هتبتدي هنا هتعمل حاجه اسمها بتسلي يعني بتبتدي تفقد الدهون او الماده الدهنيه اللي فيها. يعني احنا هنا دلوقتي بنستخلص الماده الدهنيه اللي في اللي في الليه والدهنه اللي معانا او السمين اللي معانا ده. بعد كده باستمرار مع التقليب بتطلع بقى وبينتج بقى منها الحاجات اللي انتوا شفتوها معايا دي. ببتدي ان انا اصفيها الاول، وبعد كده اخد الدهون او السمنه دي بقى اللي احنا شفناها واجيبها واضيف عليها. هضيف عليها نص كوبايه من الحليب، نص كوبايه من الزيت، هضيف عليها كمان معلقه صغيره من ريحه السمنه البلدي، وريحه السمنه البلدي دي موجوده عند العطار. هضيف عليها رشه بسيطه من الملح. مع الاستمرار في التقليب تفضلي ايدك فيها تقلبي تقلبي تقلبي، هتلاقيها عملت فقاقيع زي ما انت شايفه معايا كده. في الوقت ده هي كده بقت تمام. هتاخد وقت قد ايه على النار؟ مش هتاخد اكتر من 15 ل 20 دقيقة. بعد كده بجيب برطمان نضيف عندي كده حلو ويكون متعقم، وابتدي ان انا اضيف كل كمية السمنة البلدي. ريحتها يا نشوة؟ ريحتها سمنة حلوة، ريحتها حلوة. طب طعمها يا نشوة؟ نشوة لازم طبعا تشوف الطعم، واحنا مش هناخد بالشكل بس، لا هنشوف الطعم دلوقتي. طيب هي كده بقت تمام، بسيبها بقى بره. لو الجو ساقع هتلاقيها مسكت وجمدت معاكي كده، لو عايزاها تمسك معاكي تحطيها في التلاجة هتلاقيها بقت معاكي بالشكل ده. ريحة سمنة بلدي مرملة وتمام ومية مية وزي ما انت شايفاها معايا كده. تعالوا نختبرها عشان تعرفي السمنة البلدي بتاعتك ديت حلوة ولا لأ. بيبان طعمها في طشة الملوخية، او لو انت هتعملي بيضة مقلية. انا طبعا مش هعمل ملوخية دلوقتي، فهعمل بضاية. جبت قطعة كده، بس الحقيقة المعلقة اللي انا حطيتها هنا دي معلقة كبيرة شوية يعني على البضاية دي، ونزلت بالبيضة وشوية فلفل اسود وشوية ملح، ودقت بقى الله عايزه اقول لكم طعمها فعلا سمنه بلدي، طعمها حلو جدا جدا. بس نصيحه مني ما تزودوش منها في الاكلات بتاعتكم، لان هي دسمه قوي زياده عن اللزوم، حاجه تقيله. فممكن نخففها، مثلا ممكن نحط مثلا معلقه سمنه على معلقه زيت، نخفف من ده على ده. اقول لكم هي اوفر واحسن بكتير قوي من السمنه المهدرجه اللي ماليه السوق. ويا ريتها يعني بصوا في مثل بيقول لك رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، اهو ده اللي احنا لاقينه. يعني احنا رضينا بالسمنه المهدرجه راحوا معلين سعرها، طب احنا مش هنشتريها خالص. انا كده خلصت فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم اعملوا الفيديو لايك كتير وشير كتير منشان اصدقائكم، وكمان ما تنسوش تيجوا تزوروني وتنوروني في قناتي على اليوتيوب باسم مطبخ نشوى. بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.